النهارده يا جدعان لقيت بوست اعتذار من مطعم مشهور ان في الفتره الاخيره الناس بدات تشتكي من كواليتي الاكل بتاعته، وبيقول في البوست ان هو جدد من الفروع بتاعته كلها وغير من المطبخ، وكل اللي طالبه من الناس ان هم يدوا له فرصه ثانيه وان شاء الله يغير رايهم عنه. فانا قررت نجربها مع بعض ونديله فرصه ثانيه، ولو فعلا عجبنا نعمل له فيديو ان شاء الله يكسر مصر كلها. اما بقى لو الكواليتي بتاعته طلعت نص نص فربنا يكون في عونه بعد الفيديو ده. والمطعم ده يا جدعان هو كشري ستريت. وهو قد جهز الاوردر، ويعني مبدئيا يا جماعه الصراحه الفرع نضيف قوي، بس احنا اهم حاجه بالنسبه لنا هي ان الكشري يبقى طعمه حلو. فدي كده اكبر علبه كشري عندهم، فاحنا اهم حاجه ان هم مغرقينها صلصه كده، فانا بغرقه دقه. مش هنكتر في الشطه علشان ما تبقاش حراقه قوي يعني، بنقلب كله في بعضه كده. بعد كده بقى احط الزيادات، احط البصل، حمص تاني مع عدس كتير، المعلقه المثاليه. تصدق حلو ده، يعني حلو اختلف. يعني انا لسه واكل من عنده انا واصحابي من مده قصيره، كان لذيذ بس عايز اقول لكم المره دي طعمه احلى. صلصه متسبكه حلوه قوي بجد والله. تاتش البصل الزياده بعد ما تقلب ده بيخليه محرمش كده فبيبقى لذيذ. كميه الرز اللي محطوطه في القلب كويسه. بس انا جبت ايه العيش اللي هو بيبقى متحمص ده فيديو كيف تاكل كشري خطير. وطبعا تجربه الكشري ما ينفعش تتختم من غير الرز بلبن. الرز بلبن حلو قوي، دسم جدا. فانا الصراحه شايف ان هم يستحقوا فرصه ثانيه. انا احب المكان قوي اللي بيطور من نفسه.